السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هوريكم تغسلوا الفراخ ازاي. طبعا كلكم بتعرفوا تغسلوها وبتبقى زي الفل من ايديكم، بس في بنات لسه جديدة كده على المطبخ ما بيبقاش عندها فكرة انها تغسل الفراخ ازاي. اولا احنا معانا الفراخ، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت شايفة الفراخ؟ بصي، اكتر حاجة بتزفر الفراخ، بصي الحاجات اللي في الورك دي، شايفه؟ دي لازم تتشال كلها، شايفه؟ تتشال كويس جدا. احنا طبعا جايبين الفراخ من عند الراجل الفراخي مقطعه بس. طبعا بنمسك الفرخه كده طبعا احنا لازم بنسمي يا جماعه كده، حتى ولو في سرنا، عشان ربنا يجعل الاكل بتاعنا فيه بركه. بصي، بنشيل الحاجات دي كده، اي ماده مخاطيه، شايفه الحاجات دي لازم تتشال كويس جدا جدا جدا، شايفه؟ احنا طبعا الغسله الاولانيه دي هي اساس غسيل الفراخ، تمام؟ احنا بنشيل اي حاجه مش نظيفه، شايفه؟ بصي، وهنا كده دي احنا هنقشرها كده بالسكينه، هنشيلها بالسكينه، تمام؟ الحته الصفرا دي اللي في الدبوس، واي حاجه مخاطيه. انا هوريكي بس الاول كده، احنا اهم حاجه تشيلي الحاجات اللي هي هنا كده دي وتخليها زي الفل، ما ينفعش تتساب ابدا، هي دي بتبقى سبب في زفاره الفراخ، شايفه كده؟ ودي كده انا هشيلها دلوقتي، بس ايه، هتتشال على النار، دي هتتسخن كده على البوتاجاز وتتشال وتتقشر بالسكينه، تمام؟ انا هوريكي الاول مبدئيا احنا هنعمل، والجلد ده طبعا يتغسل كويس، تمام؟ وهوريكي الستر بتاع الفرخه. بصي، انت لازم تشيلي اي حاجه مخاطيه كده بالمنظر ده، تتشيل، وهتيجي عند الجزء ده لازم يتشيل، لازم يتشيل يا جماعه. وارميه. بعد كده نغسل برضو الفراخ ونشيل اي ماده لزجه كده، تمام؟ بنغسل تحت الجناح ده كويس جدا، وبنشيل اي حاجه. شايفه الماده المخاطيه دي، يعني سوري في المنظر، بصي لازم تتشال كويس جدا، تمام؟ انا هوريكي برضو، انا لسه يعني هوريكي يتغسل ازاي وطريقته. بصي، وفي هنا انا لسه طبعا ما غسلتش، انا وريتك بس الاساس هنعمل ايه، ماشي؟ في هنا الكبده طبعا بتاعتنا، دي القنصه. بصي، الكبده بتاعتنا برضو فيها هنا ايه، القلب ده لازم كده يتشال كده، واي عروق كده اهو تتشال وتتشطف كويس جدا. ولسه احنا عندنا مراحل تانية في غسيل ايه الفراخ. شايفه الكبده اهي بقت زي الفل كده، ده لسه كده من اول شطفه، دي لازم اساس. بصي هنا بقى القلب ده اللي احنا بنسيبه كده ما ينفعش يتساب كده ويتسلق، لازم بصي في خرم كده اهو، او في فتحه كده صغيره، انت بتحطي السكينه من جواها وبتشقي القلب بتاعك عشان ينضف، ما يبقاش فيه اي دم من جوه يعني، تمام؟ وبيتغسل كده بالمنظر ده. هنا بقى القنصه دي هوريكي برضو القنصه دي يا جماعه. بصي، لازم تكحتيها كده وتجرديها كده بالسكينه كويس جدا، القنصه دي، تمام؟ وتشيلي اي دهون عليها او اي جلد عليها، تمام؟ عشان لما تتغسل كويس لا تدي زفاره ولا ريحه وحشه، ولا تبقى الفراخ وانت بتسلقيها كده بتتمني تاكليها من جمالها. ليه؟ طالما مغسوله كويس. شايفه؟ لازم بالسكينه كده تجردي كده قلبها كده من جوه، قلبها كده من جوه لازم يتجرد، تمام؟ كده ماده لزجه خفيفه كده لازم تتكحت بالسكينه كويس جدا. انا هعمل الحاجات دي هغسلها اول مره وهرجع لكم بعد كده.
وهو يا حبايب قلبي احنا طبعا غسلنا الفراخ زي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه، نضفناها كويس جدا من الماده اللزجه اللي قلنا عليها، وحشنا الحتت الصفرا دي اللي في اخر الدبوس كده، والرجول دي برده غسلناها وخليناها زي الفل وقشطناها وقصينا الضافر دوت اللي هنا، وهنكحت طبعا كل الحاجات دي في الغسيل تمام، وخلينا الفراخ زي الفل، والكبده برده نفس النظام. وهنا الرقبه احنا الجلد اللي حواليها برده غسلناها كده، ده كده شطف مبدئي تمام. احنا شلنا منها اي حاجه ممكن تخلي الفراخ زفره. بصي وقطعنا الحته هنا اللي بتبقى في الصدر ماشي، في الجناح تمام. الطرف دوت بيبقى ايه برضو بيسبب زفاره. احنا بقى هنا عندنا مكون سحري جدا هتستغربي عليه وتقولي ازاي دوت يعني هنستخدمه في غسيل الفراخ. عندنا دقيق الذره اللي هو بيكون مع الفلاحين في السوق يا بنات. الدقيق الذره ده بتبقى ريحته جميله جدا، هو خشن شويه مش زي الدقيق الابيض بتاعنا العادي. ده الدقيق ده ريحته في منتهى الجمال، لما تغسلي بيه الفراخ بصي يعني كأنها بالظبط ما فيهاش اي ريحه زفاره، كأنك جايباها زي الفل. اللي بتستخدمي الدقيق ده بيخليها قشطه تمام. احنا طبعا هنرش الدقيق دوت عليها كده ونفرك كل حته لوحدها تمام. وبعد كده وغسلناها على فكره بملح برضو ماشي، عشان بس ايه افكركم. هنفرك كده الدقيق دوت فيها وهنسيبها 10 دقايق، وبعد كده نرجع نشطفها وننقعها في ميه وخل وليمون بس كده. وهنرجع لكم بعد ما تشوفوا منظرها بعد الدقيق الذره ده. اهو يا حبايب قلبي شايفين احنا طبعا نقعنا الفراخ دي في الدقيق الذره. دقيق الذره ده سر، اقسم بالله لو جربتوه يا جماعه في منتهى الجمال مش هتندموا ابدا. ده بيبقى موجود في الفلاحين، بتجيبي ب5 جنيه قد كده، بتغسلي منه بتاع 10 مرات كمان تمام. يعني هم معلقتين 3 بيخلوا الفراخ زي القشطه، والريحه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. لا تقولي زفاره ولا تشتكي من الزفاره تاني بعد كده بدقيق الذره ده. هو فعلا انا كنت بستخدم الدقيق الابيض بتاعنا العادي بتاع المخبوزات، بس لما جربت ده بصراحه من يوم ما استخدمت الدقيق الذره ده بتاع الفلاحين، ممكن على فكره بتلاقيه في السوبر ماركت موجود تمام. هو طبعا بيبقى خشن شويه مش زي الدقيق الابيض بتاع المخبوزات فبيبقى حلو جدا. انا دلوقتي كده شطفت الفراخ من الدقيق وحطيتها هنا في ميه وخل وليمون تمام، وهنسيبها 10 دقايق في الميه والخل والليمون، وبعد كده هنصفيها ونشيلها. ويا رب ان شاء الله تجربوا الدقيق ده اللي بقول لكم عليه وتدعوا لي ان شاء الله يعني مش هتشتكي من الزفاره بتاعت الفراخ دي ابدا. وباذن الله كده يا رب فيديوهاتي تعجبكم، ولو عجبتكم الفيديوهات بتاعتي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.